وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين من برنامجنا الأسبوعي حصاد الأسبوع لنتابع معا. أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنغال ومؤسساتها ورجال الدين وممثلو عن المكون العربي بيانا صحفيا بعد عقد اجتماع موسع في القضاء حول آخر المجريات والأوضاع التي تمر بها شنغال، منتقدا الحكومة العراقية بالقول: هل سيكون الجيش العراقي جزء من تاريخ الإبادات بحق مجتمعنا اليزيدي؟ بالتزامن مع شن الهجمات ضد القوات الجريلا في جنوب الكردستاني، قام الجيش العراقي بالدستور من حكومة الكاظمي في 18 من هذا الشهر الجاري بالتطويق نقاط العسكرية التابع لقوات آسايش يزيد خان في قضاء شنغال. وقد طلب الجيش العراقي من قوات حماية شنغال وبالترك والتسليم نقاطهم لهم، ونتج عن ممارسات الجيش العراقي العنفية والعدائية عدا المعارك المتفرقة في قضاء شنغال. وهنا نريد أن ننوي للأمر أن سبب عدم توسع هذا المعارك والتسعيد حدثها هو بسبب موقف المجلس إدارة ذاتية في شنغال ووحدات مقاومة شنغال الغير راغبة للحرب، ولكن الجيش العراقي من أجل تسعيد وإطالة هذا المرحلة وتعميقها أكثر لجأ للكثير من الأساليب العنفية، ولأننا كمجتمع اليزيدي نرى أنفسنا ذو المسؤولية أمام الشعب العراقي، لهذا لم نقم بفتح طريق أمام الحرب. العديد من الأشخاص يتساءلون لماذا قام الجيش العراقي بالهجوم على شنغال، ويا ترى من هم الذين يرغبون باستمرار ورفع التسعيد هذا التوتر في الشنغال، وإذا تم الشن هجوم على شنغال فسيكون من المصلحة أي قوة يا ترى؟ وهل حقا هذا الهجمات والصراعات هي بيد الدولة العراقية أما أنها جزء من مخطط الهجوم لاحتلال الدولة التركية الفاشية؟ وحزب البدكة، نحن كمجلس إدارة ذاتية في شنغال نبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، ونريد من الحكومة العراقية أن ترد الأجوبة الصحيحة لعلامات الاستفهام هذا، وأن توضح موقفها. في الإبادة التي حدثت بالسنة 2014 لم تقم أي قوة بإبادة ومسؤولياتها أمام المجتمع اليزيدي وأمام القضاء شنغال، فقد إدارة الجيش العراقي لنا ظهر وفروا من هنا، وبخيانة كبيرة قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بعرض شنغال البازر وبيد مرتزقات داعش إرادة الدولة التركية أن تقضي إلى جذورنا، ولكن بالدعم وتشجيع من الجريلا حزب العمال الكردستاني باكك استطعنا أن نحمي وجودنا وديانتنا وجبلنا، وبهذا وصلنا إلى ما نحن عليها الآن كمجتمع يزيدي. نحن لم نقم فقط بحماية جبل شنغال، لقد قمنا بحماية جميع العراق. مرتزقة داعش الأرهابي قد كان مسيطر على نينوى، ولكن جبل شنغال كانت سدا منيعا أمام البربرة تلك المرتزقات الأرهابية. هذا الحقيقة مستمرة منذ التاريخ واليوم أيضا لا تتغير، وهي أن حماية شنغال تعتبر حماية النينوى، وبالتالي حماية النينوى هي حماية العراق كاملا. الكل يعلم أنها بعد فرار الجيش العراقي من القضاء شنغال، ونحن أول من قمنا برفع العلم العراقي هنا وحمينها بالدعم والمساعدة منا، استطاعت مؤسسات الإدارات الحكومية أن تعود إلى شنغال، وما نرغب بقولها هو إننا بحماية ذاتنا ووجودنا أثناء الإبادة قد حمينا وجود وكيان العراق. إذا ما هو سبب ليقوم الجيش العراقي اليوم بتغيير اتجاه سلاحها نحو الشبيبة وأطفال اليزيدية وشنغال؟ هؤلاء الأشخاص الأطراف التي تتحدث يوما عن هذا السيادة العراقية اللي ترى هذا الحقيقة، يا ترى أن الدولة التركية وبدكة تهدفان إلى قطع شنغال ونينوى وكركوك من العراق. إلا أحد يرى هذا الحقيقة. نحن كمجتمع اليزيدي وكشعب قضاء شنغال على علم تام بهذا الخطط، وبكل قواتنا وإرادتنا سنقوم أمامها، ومن هنا ننادي جميع الأطراف السياسية في العراق
للنهوض ضد هذا الخطط والأعمال التي تسببها الدولة التركية الفاشية. فالجيش العراقي هو جيش الدولة وليس جيش أي حزب أو أي أطراف الأخرى، لهذا لا يجوز بالدفع الجيش العراقي ضد الشنغال ومجتمعنا الإيزيدي. لقد قلناها سابقا وسنقولها مرة أخرى، لأجل حل الوضع السائد في الشنغال ضمن إطار الدولة الفيدرالية في العراق وبحسب ما ينسها القانون الأساسي، مستعدين لوصل الحل عن طريق المحادثات والنقاشات والاجتماعات. وإلى الآن لقايتنا مستمرة إلى مستوى المعين، ولكن إلى الآن لم ينتجوا عن هذا اللقاءات أي نتائج الإيجابية، حيث أن هذه اللقاءات الاجتماعية ستستمر. أيضا أملين أنها هذا في مستقبل القريب جدا أثناء هذه اللقاءات أن يتم احترام الإرادة المجتمع اليزيدي. إذا لم يتم احترام هذا الإرادة، عند ذلك الدولة العراقية ستكون مسؤولية الأولى عن أي حدث قد يحدث. نحن ننادي الدولة العراقية للوقوف معنا بصف وحدة بوجه المخططات الدولة التركية للاحتلال الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن نبعد هذا القوى الاحتلالية عن قضية الشنغال باحثين عن سبل الحل. ونحن نؤمن بأن حل مسألة الشنغال سيزيد من العزم السيادة العراقية، وبالتالي ستكون العراق ذات كيان موحد. لدى على جيش العراقي العودة لمسؤولياتها في حماية الحدود العراقية والوجود العراقي. يجب على الحكومة العراقية الابتعاد عن السياسة التطويق والتعجيز والضغط، وإذا لم تفعلوا فنحن من هنا نعلن للجميع مجتمعنا وللشعب العراقي في العالم والشعب العراقي وللعالم أنها لا يمكن لأي حد ولا بأي شكل من الأشكال أن يفرض علينا للاستسلام، ولا أحد يستطيع أن يخوفنا ويجبرنا على رجوع ولا خطوة إلى الوراء. نحن كمجتمع يزيدي قد مررنا ب 73 إبادة ولحماية ذاتنا ودياناتنا، وقدمنا مئات الآلاف من الشهداء، وبقدوة أبطالنا وفدائينا كسرنا الشوكة مرتزقة داعش والدولة التركية. نحن متمسكين بتاريخنا المقاوم ومتمسكين بخيال وحلم مام زكي، مام بشير، وشهيد سعيد، وشهيد زردشت، وشهيد دجوار. لقد أعطينا وعد تحقيق الشنغال ذاتية حرة، ولن نخلف بهذا الوعد أبدا. ونؤمل من الدولة العراقية أن تأخذ الإرادة الحرة في الشنغال بعين اعتبار، وأن تسعى لنسل حلول في المنطقة. ولكن إذا أرادت الدولة العراقية بمساندة من الدولة التركية للحزب الديمقراطي الكردستاني أن تشن أي هجوم ضدنا، فإننا سنقاوم حتى آخر نقطة. المكتسبات في الشنغال ومكتسبات الإدارة الذاتية في الشنغال تم بنائها وتأسيسها بفضل الدماء شهدائنا مهمة ويحدث، فنحن لن نتنازل ولا بأي شكل من الأشكال عن مكتسبات مجتمعنا. ويجب على القوى السياسية في العراق سد الطريق أمام سياسة الدولة العراقية العدائية، وإذا لم يتم ذلك فتلك القوى هي مسؤولة في حال الاندلاع أي هجوم. وفي النهاية ننادي مجتمعنا الإيزيدي بالتوحد والتوافق مع بعض ردا على هذا الهجمات العدائية بحق المجتمعنا، وبوجه الخصوص مجتمعنا الإيزيدي متواجد في أوروبا يجب أن يكون بمرحلة النفير العام للأجل شنغال. وننادي جميع القوى الكردستانية بالوقوف بوجه المخططات الدولة التركية، وأن يقدموا الدعم الشنغال بأي طريقة كانت. وننادي للرأي العام في العالم ومؤسسات الدولية والإنسانية أجمع بالتدخل الحراك تجاه شنغال والاعتراف بإرادة مجتمعنا للوقوف بوجه إبادة جديدة، ونتعهد بأن اتحاد والتوافق مقاومة مجتمعنا سيحقق شنغال ذاتية. عاشت المقاومة الشنغال، عاشت الإيزيد خان الحرة، تموت الخيانة. مجلس إدارة ذاتية ديمقراطية في شنغال. يستمر الوضع المتأزم في شنغال بالرغم من العديد من اللقاءات ونداءات مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنغال، وبدأ الجيش العراقي بوضع سواتر في الكثير من المواقع، في حين يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بكل ما بوسعه لإشعال فتيل الحرب. يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته العدائية ضد الشعب الكردي في عموم مناطق كردستان.
عبر إبرام الاتفاقيات مع الاحتلال التركي وحكومة الكاظمي في سبيل البقاء على قمة هرم السلطة، في الوقت الذي يلاقي تنديدا شعبيا واسعا في جنوب كردستان ضد سياساته وفساده ونهبه للأموال الشعب وإيداعها في البنوك الأوروبية والأمريكية. استعمل حكومة بغداد ودولة الاحتلال التركي وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرب مشروع الإدارة الذاتية في شنغال عبر محاصرتها وعزلها عن طريق بناء الجدار العازل والعمل على جر وحدات مقاومة شنغال نحو اقتتال مع الجيش العراقي. وفي 18 من نيسان الجاري شن الجيش العراقي هجوما على نقاط آسايش إيزيد خان، وتوقف بعد عدة لقاءات ومحاولات لمنع توسيع دائرة الاشتباكات. وأعلن مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنغال أنهم مستعدون لإيجاد حل جذري في إطار الدولة الفيدرالية العراقية، ولكنهم بالمقابل سيقومون بكل قوة في حال استمرت الهجمات على شنغال. تزامنا مع ذلك، حيث استخدم الجيش العراقي قوات إضافية إلى عدة نقاط ومناطق خاصة في شمال جبال شنغال، وبدأت بإنشاء سواتر ضمن أزقة وشوارع المنطقة، وهذا ما يضع حياة المدنيين هناك تحت الخطر. ووفقا للمعلومات، فقد زاد الجيش العراقي في عدد مدرعاته وجنوده في محيط قرية حيالة وسكينية، وهما استراتيجيتان لحماية شنغال. وأقام الجيش العراقي نقاط متحركة في طرق الدخول والخروج من وإلى القرى والمجمعات والنواحي، ووضعوا مدرعاتهم على الطرق، وهذا ما يعيق حركة أهالي شنغال. من ناحية أخرى، ازدادت تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا لزيادة الضغط على الجيش العراقي وخلق الفتنة لاندلاع الاشتباكات. ومؤخرا ادعى ممثلو الديمقراطي الكردستاني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء عبد الخالق طلعت عبر بيان رسمي الحكومة العراقية لاستخدام القوة المسلحة ضد شنغال. قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنغال ريهام حسن إن حماية العراق من حماية شنغال، وأكدت أن الدولة التركية وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني تريد تقسيم العراق، كما ودعت الحكومة العراقية إلى إدراك الخطر ومنع هذا الاحتلال. لفتت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شنغال ريهام حسن الانتباه إلى الحيل القذرة التي يتم لعبها من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني المتعاونة معها من أجل عودة الإمبراطورية العثمانية، وذلك أثناء مقابلتها مع وكالة أنباء هاوار، حيث قالت: شنت الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني الهجوم في 17 من نيسان الجاري على مناطق الدفاع المشروع، وفي هذا اليوم الذي يليه تعرضت قوات آسايش إيزيد خان للهجوم في شنغال. هذان الهجومان مرتبطان بعضهما ببعض. وأضافت: في عام 2014 هاجم داعش مجتمعنا الإيزيدي في شنغال، دافعت القوات الجيريلا حينها عن شنغال، بعد ذلك تشكلت قوات محلية من أبناء المنطقة، وكانت هناك مقاومة كبيرة وضحوا بدمائهم ودافعوا عن شنغال، كما أنقذوا أهالي شنغال بدمائهم. شنغال نفسها جزء من العراق، ولكن في مواجهة هذه الحقيقة لم يعتبر الجيش العراقي نفسه مسؤولا عن هذه المرة عن هذه الطائفة. لو دافعت عن شنغال لكانت عملية تاريخية كان ينبغي للعراق أن يفتخر بها. تلك الهجمات التي حدثت في ذلك الوقت لو احتلت شنغال ولم تقاوم، لو وقعت شنغال في أيادي مرتزقة داعش لكانت الموصل ومناطق أخرى أيضا في خطر، لكن داعش هزم في شنغال. وبصدد مشروع الإدارة الذاتية في شنغال، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شنغال ريهام حسن أن مشروعنا الحالي بصفتنا الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنغال يهدف إلى حل المشاكل القائمة في شنغال، والتي سيتمكن المجتمع الإيزيدي من خلاله التمتع بحقوقه، سواء من حيث الأمان أو الثقافة أو في جميع المجالات. هذا المشروع لا ينفصل عن واقع الدولة العراقية ولا ينفصل عن نطاق الدستور العراقي، حيث ينص دستور العراق أيضا على أن كل قومية يمكنها أن تدير نفسها. إنهم يسمونها فيدرالية، لكنهم في الواقع لا يدعمونها ولا يريدون تنفيذها. لكننا بصفتنا الإدارة الذاتية لشنغال سنقاوم بحزم حتى النهاية، سنناضل من أجلها حتى ينجح مشروع الإدارة الذاتية. وفي النهاية قالت ريهام حسن: لقد مرت 7 سنوات، الإيزيديون مروا بإبادات شنيعة، فبدلا من مساعدة المجتمع اليزيدي يريدون تدمير الإدارة القائمة، بما أن الإدارة الذاتية وموقفنا
ووعدنا واضحون، فلن نتنازل عن هذه القضية حتى تحقق الإدارة الذاتية لشنغال، وسنبقى على عهدنا حتى النهاية. بقدر ما نشعر بالقلق سوف نقاوم ونعمل بكل قوتنا. أثارت هجمات دولة الاحتلال التركي ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي والكردستاني، وفي هذا السياق نظمت أحزاب ومؤسسات مدنية وقفات احتجاجية في عدة مناطق رفضاً للاحتلال التركي لجنوب كردستان. خرج المئات من أهالي مدينة السليمانية في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وتعاون حزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، حيث خرج المئات من مواطني مدينة السليمانية في تظاهرة بمبادرة نسائية. كما ونظمت 3 أحزاب سياسية في مدينة هولير وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في هولير تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان. ودعا المحتجون إلى فتح تحقيق مع القوات التي تتعاون مع دولة الاحتلال التركي. وفي السياق ذاته خرج أهالي كركوك في تظاهرة ضد الاحتلال التركي بمشاركة مفكرين وممثلين عن الأحزاب السياسية. وقدم المتظاهرون مطالبهم للأمم المتحدة والحكومة العراقية والبرلمان العراقي وجميع القوى السياسية العراقية. من جهة أخرى استنكر أهالي قضاء كلار التابعة لإدارة قرميان هجمات الدولة التركية المحتلة على إقليم كردستان، ودعوا جميع القوى السياسية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد هذه الهجمات. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن تركيا تستغل المشكلات السياسية في العراق وذلك لشن هجمات على أراضيه، وشدد أن الكيل قد طفح داعيا حكومة بلاده إلى معالجة التجاوزات التركية بشكل عاجل. الجانب التركي أيضا، الجانب التركي هو يدور على الحجج. ليش؟ عنده أطماع حتى يجي يدخل يعني. نعم عنده أطماع، وتحدثوا بها صراحة وقالوا سنة 2023 تعود الأجزاء المسلوبة من تركيا، والأجزاء المسلوبة هي الموصل، والموصل تشمل كردستان كلها. عندهم هذا على أساس انتهاء المعاهدة اللي 100 سنة كنت تستمر تنتهي عام 2023، وهذا مقصدهم. ثانيا الشيء المدان بالنسبة إن على تركيا هي انتهت القضية من قضية حزب العمال، تحولت إلى أكثر من حزب العمال، ضرب قرى مسيحية وضرب قرى كردية والدخول في سنجار والتمدد، وصار أكثر من 30 معسكر عندهم موجودة في كردستان. والأكراد أنا متأكد وقالوا لو كان عندنا قدرة ما بقينا القوات التركية على الأرض العراقية. تركيا عندها أطماع، ولذلك انسجم الطمع الكردي ميدانيا على الأرض مع الطمع الكردي سياسيا في هذا المشروع. احنا نشوف اكو علاقة جيدة ما بين القيادات الكردية والنظام السياسي في تركيا، يعني اكو علاقة جيدة واضحة. زين شنو ربط الحزب يعني حزب العمال والتقصى؟ الحكومة العراقية أيضا مشغولة فيما مشغولة فيه، لذلك تركيا استغلت انشغال العراق بالمشاكل الداخلية وانشغال إقليم كردستان وقدرة وعدم قدرة إقليم كردستان على حماية الأرض المكلف بحمايتها، وبدأت تتسع هذه الدائرة وعلانية، يعني علانية يطلع مثلا الرئيس التركي ومعه 2 من عزم وتقدم وياهم مدير المخابرات التركي في صور واضحة وفيها رسائل من التحدي. خلال الجلسة الخاصة للبرلمان العراقي لمناقشة هجمات التي تشنها قوات الاحتلال التركي على جنوب كردستان، طالب عددا من النواب لتوضيح حقيقة وجود اتفاقية بشأن توغل التركي في البلاد، وأكدوا أن الاحتلال التركي يستغل ضعف العراق لشن هجمات وعمليات عسكرية على أراضيه. في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة العراقية بالتزام الصمت حيال الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على جنوب كردستان منذ 17 من نيسان الجاري وانتهاكه لسيادة العراقية،
وعقب ما خلقه الهجوم التركي من صخب شعبي وتنديدات من قبل الأطراف السياسية العراقية، عقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لمناقشة هجمات الدولة التركية المحتلة بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وقال مكتب النائب الأول رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان أن الأخير سيترأس في اجتماع تدويليا موسعا مع وزير الخارجية فؤاد حسين ونزار خير الله الوكيل الأقدم للوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلب رئيس كتل الصدرية النيابية. وقال الزاملي من خلال كلمة في الاجتماع أن تركيا تستغل ضعف العراق لشن هجمات وعمليات عسكرية على أراضي البلاد. بدوره طالب رئيس الكتل الصدرية حسين العداري خلال الاجتماع بتوضيح حقيقة هجمات الاحتلال التركي على العراق، مقدما طلب يضم تواقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة لانتهاك السيادة العراقية. وأوضح العداري أن هناك استفسار بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية اتجاه الخروقات التركية للسيادة العراقية، وهل تم إقامة دعوى رسمية أمام مجلس الأمن، وهل هناك تحركات دبلوماسية أمام الجامعة العربية لبيان تلك الخروقات، وما مدى صحة وجود اتفاقية بين الجانب التركي والحكومة العراقية حول تواجد العسكري داخل العراق. ويبقى السؤال: هل يمكن للبرلمان العراقي أن يوقف الهجمات التركي على الأراضي العراقية في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون قرار وموقفا من البرلمان المنتخب حديثا، وخاصة أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات المبكرة في ظل حالة الانسداد السياسي التي يمر بها العراق؟ توعد القيادي في الحشد الشعبي شداد التميمي دولة الاحتلال التركي بمحاسبتها على هجومها على معسكر للحشد الشعبي في نينوى، مبينا أن هذا العدوان لن يمر دون عقاب. على أكثر من جهة يعمل الاحتلال التركي ومن يدور في فلكه من ساسة عراقيين لتنفيذ أحلام طاغية يرى في نفسه خليفة، ويرى في أراضي العراق وسوريا بل والشرق الأوسط بجغرافيته الواسعة امتدادا لخلافته المزعومة، ويعمل في سبيل إعادة حقبة توسمت بكثرة جرائم الإبادة في العراق، ويدفع بذرعه في جنوب كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني للحصار قوات الدفاع الشعبي وإشعال فتيل فتنة في شنغال، ويدفع بجيشه إلى قصف جنوب كردستان وارتكاب جرائم حرب عبر القصف بالأسلحة المحرمة دوليا داخل العراق من خلال قواعده المحتلة، إذ شن الاحتلال غارة جوية بواسطة طائرتين مسيرتين على معسكر تابعي للحشد الشعبي في قرية جربوعة التابعة لناحية بعشيقة، مما أسفرت عن وقوع وإصابات بين صفوف الحشد، إضافة إلى تدمير عجلات عسكرية داخل المعسكر. وفي أول رد من الحشد على هذا الاستهداف، أكد القيادي شداد التميمي لوكالة روج نيوز أن الحشد لن يسكت عن ذلك وسيتحرك قانونيا ضد كل من يتطاول على أراضي العراق، مبينا أن دولة الاحتلال التركي تواصل تجاوزاتها وانتهاكاتها، وأكد أن الصمت الحكومي إذا اعتادت دولة الاحتلال التركي شجع العدوان باستهداف المدنيين ومقرات حكومية عسكرية، وهذا يعد أمرا غير مسبوقا. وعد تواجد قوات الحشد الشعبي في نينوى بمثابة شوكة في عين أردوغان، لفت إلى أن ثمة جهات سياسية في هولير وبغداد تزيد المخابرات التركية بمعلومات عن مقرات الحشد في نينوى وغيرها. وشدد التميمي أن تجاوز الاحتلال على مواقع الحشد الشعبي سيؤثر سلبا على العلاقات بين بغداد وأنقرة، مطالبا حكومة بلاده بالرد على هجمات الاحتلال التركي. أكد شيخ عشيرة النعيم في الطبقة عبد الرحمن الجدوع أن الجدار الذي تبنيه الحكومة العراقية بين الشمال وشرق سوريا وشنغال يهدف إلى تطويق شنغال، داعيا الشعب في المنطقة إلى نسف كل ما يحاق ضدنا من الاستبداد العالمي. الشيخ عبد الرحمن الجدوع من شيوخ قبيلة نعيم. بالنسبة للجدار العازل على شنغال، هم أرادوا فيه هو حجز الإدارة الذاتية والإدارة الديمقراطية ومحاربة الديمقراطية وتفرقة الشعوب، أرادوا به تفرقة الشعوب.
هذا المراد فيه يعني. طبعا سنة 2014 كانت مفتوحة الحدود بأريحية كاملة، يعني يدخلون يخرجون. الآن صار في أمان يعني والفضل يعود للقوات السورية الديمقراطية، هي اللي سببت الأمان هذا في شنقال وشمال شرق سوريا. وأرادوا الآن يريدون العزل هو يعني الواضح لدينا نحن كشيوخ عشائر أو كقبائل، أو الواضح لدينا صار هي تفرقة الشعوب. شنقال هم أصدقائنا ومتعايشين إحنا وياهم سوا من قديم وزيارات، والآن هم وضع الجدار هذا هو حرب للديمقراطية واضحة. يعني هو التخطيط تركي أساسا، هذا تخطيط تركي وسيطرة تركية. وحثوا الآن دول الجوار المجاورتهم على وضع هذا الجدار، على تخريب الديمقراطية. يعني تعتبر الديمقراطية عدوة للأنظمة الاستبدادية. والله نوجه الشعب شنقال صراحة قلبنا كان يتفطر عليهم والله، وهم جيراننا وأصدقائنا وأخوتنا، يعني نريد منهم أنهم ما يردون على هذه الأساليب المجرمة، يعني ما يريدون فيها الخير لهم صراحة. يعني نحن أخوة ونظل مترابطين، والترابط بيننا من قديم مو جديد. يعني والله احنا نتمنى من الشعوب والقبائل اللي تحيط بهم وهم أخواننا كمان، يعني احنا نريد منهم الوقوف بصراحة بجدية، يعني ضد هذه المستعمرة، ضد هذا الجدار العازل هذا. لازم ما نرضى به يعني صراحة. احنا نعتب على الشعوب اللي حولهم والقبائل وكلها، يعني نعتب عليهم انهم لازم يوقفون ضد اعلاميا، مظاهرات، لازم يبينون موقفهم. يعني استنكر اتحاد الأزيديين في مدينة حلب المؤامرة المحاكة من قبل دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية لضرب مكتسبات الإدارة الذاتية في شنقال، مطالبا المنظمات والجهات الدولية بالتدخل لإيقاف العدوان المشترك على شنقال. بيان إلى الرأي العام والعالمي إن الدولة التركية تغض النظر عن كل ما تواجهه من صعوبات في الهيمنة على كل منطقة حررت من دنس الإرهاب وسوء الوضع الاقتصادي الذي تشكو منه داخليا والذي يهدد بانهيارها وعجزها، فلا يكفي فشلها في كافة مخططاتها القذرة ضد شعبنا في شنقال، بل لا زالت تزيد من الهجمات على شنقال. وبين الفينة والأخرى نرى كيف تحاول مجددا وبالاتفاق مع حزب فدكة والحكومة العراقية بمؤامرة تلو الأخرى ضمنين من الإدارة الذاتية التي توجت بدماء وتضحيات أهلنا منذ الأزل، والصمود ضد أي مخطط ومؤامرة تحاول إفشال مشروعنا الديمقراطي والذي يعد سبيلنا الوحيد للخلاص من العبودية والذل، حيث لا يكفيها تطبيق الخناق على شنقال ببناء جدار العار حولها الآن، بل تقوم بالهجوم على حاجز الأسايش الذي يحمي أهلنا في شنقال. ونحن في اتحاد الإيزيديين في حلب واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آباد ندين ونستنكر وبشدة تلك الهجمات ضد أهلنا في شنقال، ونناشد منظمات حقوق الإنسان للتدخل وإيقاف عدوان الدولة التركية على الوجود الكردي بشكل عام. عاشت شنقال حرة أبية، عاشت مقاومة شنقال. ما زال حي الشيخ مقصود في مدينة حلب يشهد حصار خانق من قبل حكومة النظام السوري، ورغم ذلك أكدت النساء من مختلف مكونات الحي أنه لا شيء قادر على تفرقتهن، بل ستقوى وحدتهن وسيصعدن وتيرة نضالهن في وجه سياسات حكومة دمشق التعسفية. اسمي ليلي من المكون المسيحي، عايشة بالشيخ مقصود شرقي، ونحن عايشين هون كأخوة الشعوب بمحبة وما في فرق بين الكرد والعرب والتركمان والإسلام وبين المسيحية والأرمن. نحن هون كلنا عايشين بمحبة واحدة وأخوة، ونحن بنريد منطالب من الجهات المعنية أنه تفك الحصار عن المنطقة حتى يدخل الخبز والطحين والمواد التموينية ونقدر نعيش يعني بهالحي بسلام وأمان. ونحن بنتمنى السلام لسوريا وبنتمنى المحبة للكل.
ونحن هون بنضل اخوه وصامدين ومتكاتفين، لو شو ما صار يعني بنضل هون عايشين بمحبه بهالمنطقه. اسمي فاطمه، مكون عربي. انا هون ساكنه بالشيخ مقصود بالشرقي. نحن هون يعني كلياتنا اخوه، مكون عربي وكردي، كلياتنا بايد وحده متماسكين يعني. نحن هون بداية شهر رمضان تحاصرنا بالخبز، ما بقى يدخلونا خبز، يعني هو شهر فضيل وهيك، يعني نحن كنا مرتاحين ومبسوطين، بس انه لانه ما بقى يدخلونا خبز وهيك يعني نحن بنطالب من الجهات المعنية انه يدخلونا خبز لهون على الشيخ مقصود، ولا نحن هون عايشين ومبسوطين كلياتنا بسلام وامن واستقرار، يعني كثير مبسوطين كلياتنا اخوة، ويعني نحن هون كلياتنا عايشين بسلام واستقرار وكلياتنا ايد وحده، ونضل يعني صامدين رغم الحصار اللي عم بعدي علينا ومتماسكين ايد وحده. نحن والكراد، اخوتنا الكراد والعرب والتركمان كلياتنا عايشين بالسلام، كلياتنا ايد بعض وعايشين بالسلام، يعني ما في شيء كان، وكلياتنا مع بعض، كلياتنا على كل شيء، يعني على المرة وعلى الحلوة كنا عايشين مع بعض. بس ولكن صار الانحصار علينا وبدهم ايانا يعني نفرق من بعضنا، ونحن ان شاء الله ما نفرق، ونحن ايد واحد، الكراد والعرب والتركمان كلياتنا ان شاء الله اخوه، كلياتنا شعب سوريا، ما في تفرقه، اي تفرقه بيناتنا، يعني بالعكس يعني نحن عايشين بالسلام والله هون. وهذا كان حصادنا لكم في هذا الأسبوع، نلتقي بكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.